ويكون العلم حجة على صاحبه إذا لم يعمل به. إذا لم يعمل بالعلم الذي وفقه الله عز وجل له لا ينتفع. وإن عمل بما تعلم ارتفع قدره ونال المرتبة العالية عند الله عز وجل، وكان من أهل التقوى الذين عبدوا الله عز وجل على بصيرة، ولم يكن مذموما. إن تعلم وقال والله وترك العمل، تعلم وعرف وميز الحق من الباطل والسنة من البدعة والمعصية من الطاعة، ثم لم يعمل بهذا وانغمس في معصية الله عز وجل، هذا أيضا مذموم. يدخل في هذا في قول الله عز وجل: كالحمار يحمل أسفارا. عنده العلم كله فوق ظهره ولكن لم ينتفع منه بشيء، فهذه حال يذم الله عز وجل بها من هذه صفته. صحيح أنها في اليهود أو في النصارى، ولكن يدخل فيها كل من فرط في هذا، من أتاه الله العلم وأرسل له الرسول وبين له الشريعة وعرف الحق من الباطل ثم يعرض عن ذلك ويتركه، هذا من الخذلان والعياذ بالله.